هذا الصقر المغربي، الوزن ديالو 720 غرام. يمكن ينظر، شوف النظر ديالو، يشوف حتى ل 8 كيلومتر يشوف، وخفيف. وهناك في المغرب شاعر غزل قديم القرن 17 ابو القاسم كيقول لك: يا السكار عطينا الطير وصافو، داغر الجوف عريض من كتافو، كحل الضفار جامع وصافو، يرد قد ما شافت عينه. محمد الغزواني من مدينة الجديدة قبيلة القواصم ولاد فرج، عن جمعية الصيد بالصقور قواصم ولاد فرج. تراث الصيد بالصقور ماشي وليد اليوم ولا أمس، وهو في التاريخ ديال المغرب، وصنف كتراث عالمي لدى منظمة اليونسكو 2010. هناك وثائق اللي كتثبت بأن الصيد بالصقور كان قديما ولا زال يمارس إلى حد الآن. هناك ظهير 1885 الحسن الأول يعفي السقارة ولاد فرج من أداء الترتيل، وهناك ظهير 1910 ديال مولاي حفيظ يجدد الظهير ديال مولاي الحسن، الى غير ذلك من بعض الوثائق لي دوكيمونطاسيون هي هيستوريك. بالنسبه للصقور عندنا في المغرب هي منظمه، وليس كل من هب ودب يمكن له يدير الصقر في يده. المغرب كيحافظ عليه لان هناك معاهده السيتس ديال 73 تمنع استغلال بعض الحيوانات والطيور والنباتات ومن بينها الصقور. اذا لازم يكون عندك ترخيص، والترخيص كتسهر عليه وزاره الفلاحه. في المياه والغابات دابا الوكاله الحضريه للمياه والغابات كتمدنا بواحد السيرتيفيكات دو بروبريتي ديال الصقر، لان هاد الصقور موارثين ابا عن جد. دابا حنا الجمعيه فيها 9 ديال الناس، عندنا 7 صقور مرخصين، لان يمكن صقر واحد عادي تقدر تمارس به الهوايه ديالك. انت كتشوف دابا النشاط هنا في المنطقه ديال طنطان بجوج صقور يمكن لنا نديروا الفرجه، وكذلك حتى في الصيد ديالو صقر واحد يمكن له يفرج. اذا حنا جميع السقارين في القبيله لنا ثقافه الصقور، ولكن التراخيص ما يمكنش كل واحد يكون عنده الصقر، لانه هما صقور مهدده بالانقراض، لازم الحفاظ عليها. اذا بصقر واحد جوج 3 يمكننا نديروا بهم نشاط عادي ونفرجوا نديروا الفرجه. الصقور اللي عندنا حنا مرخصين لينا، هناك واحد النوع اللي هو البيلغان الشاهين، ونوعيه فاصله ديال هذا الشاهين اللي هي الصقر البربري، لو فوكون دو بيلينغرينويد. هو صقر ذكي وصقر جميل جدا وصقر مغربي 100%. التراث الصيد ليس بالمستورد، هو من المغرب وكتثبتوا بعض الوثائق. القانون ما يمكنش حد يكون عنده الطير الا بترخيص. النوع هذا اللي كتشوف فيه هذا الجير شاهين، هذا ماشي ديالنا ديال الامارات، وداخل في التراث ديال الامارات. هذا تهجين مهجن وديال التربيه، ماشي ديال حنا. الصقر اللي عندنا هو الصقر محمد، هذا هو الصقر اللي عندنا حنايا اللي هو الفوكون دو بارباري، جون فوكون دو بارباري. هذا الصقر بالغ، غنشوف هذا هو الصقر ديال المغربي، هذا مغربي 100%. هذا الصقر المغربي، الوزن ديالو 720 غرام. يمكن ينظر، شوف النظر ديالو، يشوف حتى ل 8 كيلومتر يشوف، وخفيف. وهناك في المغرب شاعر غزل قديم القرن 17 ابو القاسم كيقول لك: يا السكار عطينا الطير وصافو، داغر الجوف عريض من كتافو، كحل الضفار جامع وصافو، يرد قد ما شافت عينه. صدق اللي شافها شوف دابا